السلام عليكم ورحمة الله. في واحد الخبر جديد ومهم بزاف، المغرب اتفق مع شركة ايرباص الأوروبية باش تفتح خط إنتاج ديال مختلف أنواع المروحيات في المغرب. ومن غير خط الإنتاج المحلي فالمصنع غادي يتكلف حتى بالصيانة ديال المروحيات والتطوير ديالها محليا في المغرب، يعني مصنع كامل ومتكامل في صناعة المروحيات كيف قلنا، واللي مطبوع فيها صنع في المغرب بطبيعة الحال، مع الصيانة الكاملة ديال مختلف أنواع المروحيات سواء المغربية أو الإقليمية، زائد التطوير الكامل لمختلف أنواع المروحيات المغربية والإقليمية كذلك. وهدف المغرب ماشي غير مصنع للتصنيع، ولكن حتى إنشاء شبكة متكاملة من الموردين المحليين. يعني فحال كيف طور المغرب صناعة السيارات واللي ولينا كنصنعوا كل أجزائها محليا، فالمغرب باغي يصنع المروحيات ديال ايرباص مع صناعة الأجزاء ديالها حتى هي بشكل محلي. ايرباص عندها العديد من المروحيات من عائلة اش، واللي كنشغلوا منها العديد من الأنواع، فحال اش 135 جديدة واللي خداتها القوات المسلحة الملكية، زائد عندنا اش 125 و اس سي 135 و اس سي 145 و اش 145 ديال الدرك الملكي. واضح من الخبر أن المغرب غادي يكون مقبل على صفقة كبيرة للمروحيات، سواء لفائدة الجيش أو الدرك أو الأمن الوطني. وداكشي علاش اتفقنا مع ايرباص باش يتم افتتاح خط الإنتاج والصيانة والتطوير محليا في المغرب. وهذا الخط ديال الإنتاج غادي يكون ماشي غير للمروحيات العسكرية، لكن حتى للمروحيات المدنية، وغادي يلبي بذلك الطلب الداخلي وحتى التصدير للخارج. اما بخصوص الانواع ديال المروحيات العسكريه اللي عند ايرباص الاوروبيه، فنبداو بالمروحيات الثقيله وحنا هابطين. كاينه اولا المروحيه اش 225 كاراكال و اش 215، واللي كيتعتبروا كمروحيات ثقيله للمهام الخاصه والنقل والانقاذ. اما المروحيات المتوسطه فعندهم جوج انواع، وهي اش 175 و اش 160، واللي حتى هما كيتميزوا بنفس المهام، يعني المهام الخاصه والبحث والانقاذ والنقل. اما في المروحيات الخفيفه فكاينين الانواع اللي كيخدمهم المغرب واللي بانوا بزاف في زلزال الحوز، وهما اش 125 و اش 135 و اش 145. حسب اعتقادي في المغرب سبق ليه وقرر ان قواتنا المسلحه غادي توجه للمروحيات الثقيله الامريكيه، وهي البلاك هوك والشينوك والبيل 412. لكن وبما ان الجيش كيشغل حاليا حتى مروحيات اوروبيه، فماشي بعيد اننا نعوضوا بعضها بمروحيات اوروبيه ومن صنع محلي. اما الدرك الملكي والامن الوطني فما عندهمش اختيارات كثيره، وغالبا غادي يبنيو ويطوروا ويحدثوا جهاز المروحيات ديالهم بمروحيات ايرباص من صنع محلي في المغرب. حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا، وملي بانوا معلومات جديده حول هذا الموضوع واللي هو موضوع اللي مهم بزاف فغادي نشاركها معكم. مع السلامه.